أنا جاتني مرة من المرات 3 يوم في بيتنا ده ما أكلنا حاجة بياكلوها ما أكلنا قاعدين في البيت ده صابر الأذان الظهر أذن مشيت الجامع ده مشيت أصلي مشيت اتوضيت والأولاد ده قاعدين وصابرين مشيت بجاي لقيت في عمود كده لقيت قرقوش فوقه شلته منه جبته للولية قلت لها يا أخي والله يعني حاجة الناس رامينها في الشارع؟ في الشارع قرقوش قلت لها يا ولية قالت يعني ما لقيت حاجة لكن يا أبو القرقوش خليه ياكلوا الأولاد ده. قالت لي طيب لا في ملح لا في بصل لا في زيت لا في سكر لا في أي حاجة شاب اللي يبغى مويه كده خليه ياكلوه. قالت لي يا أخي يحتمل أنت هسه احنا أنت كان بتتحمل أنا بتعمل أحسن أولاد جمسي لكن أنا بقول لهم زي شلتها من هناك بلته وأنا صليت الظهر وماشي في أثناء دخل العمود اللي حتى جيته خشين ده أنا ماشي لابس لي جزمة وماشي ماشي 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 على السوق ما انا عدتي ما بمشي بشحت زول ولا بقول لزول ادينا حاجه ولا بقول كده ولا كده صايب البصويات والله ماشي فجاه بقاني حجر في اصبعي ده والله لابس الجزمه قد الجزمه الحجر انا والله ربع ساعه كراعي النار الحمراء فيها لما نزلت مشيت قدام كده شايف فرقه ملفوفه قلت يا جماعه الحجر ده طقاني الحكايه دي مشيت قدام راجعت انا مشيت لقيت لفيت الورقه فتحتها لقيت فيها 250 جنيه والله لقيتها 250 جنيه شلتها ومشيت السوق اشتريت لحمه واشتريت زيت اشتريت بصل اشتريت دقيق اشتريت حاجات جبتني قلت لها يا اخي نعم ربنا اداني 250 انا حقيقه ال 250 لقيتها واقعه وملفوف في ورقه مشيت لناس الشرطه كلمتهم قلت لهم يا جماعه لقيت قروش واقعه 250 قال لي وين القروش؟ قلت لهم فيها مشيت لامام الجامعه قلت له يا اخي كان في سالك قال لك في 250 دول لقى قروش واقعه تعني انا اديك ال 250 قال لي يا اخي امسك القروش دي عندك امشي اشتري بها تعال انا في تسوي حقيقه جيت شلتها مشيت اشتريت بها الحاجات اللي جبتي واكلتهم كي جبت هنا الولي قالت لي انا ما باكلهم ليه؟ قالت لي تكون حق الزول حق الزول ما ممكن احنا نشيل ناكلهم لهم لا ولا زي ولا حاجه لو ربنا ما راضينا نحن الانسان ما بخلي بلده عشان يجي ويقول دانينا العافيه للاولاد وربنا ما قسم لنا على المال ما شافونا لكن بحمد لله الجيران عندنا واحد اخونا عمر ده بحمد لله بقيف يسلم علينا وفجر وعشيه رحمه من الله وده كلها نحن زي ما قال يا جماعه نسال ربنا يعني انا والله يغين للاولاد انا ما شفت انا اجي لهم زي ده انا بالليل ما برقد للصبح انا امسكهم اقلب فيهم للصبح بالليل اقلبهم اسنقلهم اقلبهم اسقيهم مويه بالقاروره اقلب لهم جعانين اغطوهم من البعوضه اسوي لهم الواحد يقول تصبح يقول اصبحت يقول لي الحمد لله دي قسم ربنا اراد علينا كده ولذلك انا دي ابتلاء ربنا ابتلاني به وذي رحمه من الله ودي ما بتجي لكل الناس دي ربنا وسع علينا ويكتب ربنا وسع عليكم اكثر وربنا يدي عمر كان نحن في رعايته وفي مسؤوليته قال يجي شؤنا بنفسه ساكت طب ما ادانا ان شاء الله قشر كبريت ان شاء الله يجي علينا دعوه ساكت رئيس الدوله نحن تحت رعايته ونحن كل ما شفنا والله من اقرب الاخوان ما لقينا لكن الرحمه عند الله موجوده والاخوان والله بحمد الله نمشي مره نصلي والله نلقى من في الجامع يلقى والله كثير من يرمي لي 20 جنيه في جيبي يلقى مره نلقى واحد 10 جنيه ومره من يجي والله قسمه له النعمة والفضل يا رب العالمين يسمع هسه أنا نحمد الله ونشكره أنا صايم الحمد لله والله البيت ما صايمين والحالة نسأل لهم الشفاء أكثر منا أدعو علينا بس ربنا يديهم العافية كم ما سكننا في بيت ما سكننا ما لقينا عربية ما إيجار البيت ب 700 ب 700 نحن ما قسمة ما مشكلة كده كله ربنا كفيل بعباده عمر كان نحن في رعايته وفي مسؤوليته قال يجي شؤنا بنفسه ساكت طب ما ادانا ان شاء الله قشر كبريت ان شاء الله يجي علينا دعوه ساكت رئيس الدوله نحن تحت رعايته ونحن كل ما شفنا والله اليوم قال لنا انا جيت وناشدته وما بس السنه دي 7 سنوات ما لقيت اي زول يقف معانا نسوا الوعد بتاعهم؟ كل الوعد بتاعهم حتى احمد هارون كان الوعد قال لي انا اسكنهم واشوف لهم بيت واشوف لهم درب بتاع معيشه بتاع وحاجات زي دي حقيقة احنا بنجينا والله يعني بحمد لله المواطن احسن لنا من اصحاب راس المال ذاته